عمركم سمعتوا بالزيت المنكه؟ اليوم راح اسوي لكم طريقة جديدة للزيت المنكه تستعملونه ويا كل الاكلات والسلطات بمواد كل سهلة وبسيطة ومتوفرة بكل بيت ورخيصة. وكالعادة مثل ما علمتكم اول شغلة راح نذكر المكونات اللي راح نحتاجها. اول شغلة راح نحتاج الزيت، اي نوع زيت متوفر عندكم تقدرون تستعملوه، وياه فلفل احمر خشن وفلفل اسود وبابريكا خشنة، وياها شوية قشر ليمون، بس أهم شي بس القشر الأصفر، ونعناع وروزماري. أهم عنصر هنا بالخلطة مالتنا الروزماري، لأن هو أكثر شغلة راح يبين طعمه. نعبي الشغلات كلها بالعلبة، علبة لو شو اسمها هاي والله ما أدري شو اسمها، قنينة القزاز. نخلي ملعقتين فلفل أسود، فلفل الأسود اللي استعملته حبوب، وملعقة فلفل أحمر، ومثل ما قلت لكم شغلات تقدرون تزيدون تنقصون على راحتكم. وبابريكا، البابريكا شوية راح ازيد من عدها، يعني استعمل ملعقتين او 3 ملاعق على مود تعطينا طعم. فوقهم نضيف قشر الليمون، وانا شلب هنا عندي نزلته هنا بالشيش هيك شوي شوي، شوف شلون نزل. فوقهم النعناع، ونحاول نخلي كميات زينة. ليش؟ لأن كل هاي الشغلات اللي ضفناها بها زيوت، وهاي الزيوت راح تطلع وتنخلط ويا الزيت. وفوقهم الروزماري، وهذا شكله النهائي. وهسه وراهم راح نحمي الزيت ما نحميه كلش هواية، نحميه كلش قليل، يعني نخليه يصير دافي على حار، مو كلش حار. نضيف الزيت الحار فوق المواد اللي خلطناهن وهو حار. ليش؟ على مود كل الزيوت تطلع من المواد اللي خلطناهن. نخضه كلش زين على مود الزيوت تطلع من المواد، ونخليه أقل شي مدة يوم على مود النكهات كلها تطلع. وهذا شكله النهائي. تقدرون تستعملونه بالقلي، تقدرون تقلون الشغلات وتضيفونه بالاخير فوقاهن، واكيد همين تقدرون تستعملونه ويا السلطات. واطيب شيء انا بالنسبه لي استعملها اخلطه ويا خل البلسمك. خل البلسمك عباره عن خل مخلوط بفشي مثل دبس الرمان. نضيف الزيت ونخلي فوقه شويه من خل البلسمك او خل اسود، وفوقهم شوية ملح. أنا ما خليت هنا ملح، بس ويا الملح تصير أكيد أطيب. ونغمسها هيجي بالخبزة، يا ويلي يا ويلي شو أسولف لكم على الطعم. هي هاي وحدها أكلة، بس أكيد مثل ما قلت لكم تقدرون نفس الخلطة تستعملوها ويا السلطات ويا الأكلات. إذا عجبتكم الطريقة هاي كتبوا لي على مود أنزل لكم خلطات مختلفة. أنا بكل الأحوال صورت لكم كم فيديو من هاي النوعية.